زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الميكروويف هنا مش نضيف خالص. هنحاول ان احنا ننضفه مع بعض ويبقى اكنه جديد بالظبط. في قطعتين هنا قدام حضراتكم اللي هو الطبق ده وده الجريل. الحاجتين دول بنشيلهم وبنحطهم في الحوض وبنغسلهم بالميه والصابون عادي. هنا انا جبت فوطه قطن ومعايا منظف اللي هو بتاع الميكروويف، وهنبتدي عشان ننضف. على فكرة في حاجتين هنا ما ينفعش ان احنا نيجي عندهم خالص. الجزء اللي فوق ده بتاع الشوايه. طبعا مش كل الميكروويف يعني بيبقى فيه اللي هو الجزء ده، لكن اللي عندها الجزء ده ما ينفعش ان احنا نقرب منه خالص. وفي جزء هنا بتاع اللمبه ما ينفعش برضو ان احنا نيجي جنبه. احنا بنكتفي بمسحه وخلاص. هنبتدي هنا نمسح فوطه قطن عاديه خالص. على فكرة كمان ما هو مش لازم ان احنا نستخدم اللي هو المنظف اللي هو بتاع الميكروويف، لا ممكن بشوية مية عاديين جدا. ممكن نحط عليهم يعني نجيب شوية مية صغيرين وممكن نمسح بيها عادي خالص. كده احنا خلصنا تنظيفه. بالنسبة للجزء اللي فوق ده بنمسحه كده عادي من غير ما نيجي جنبه خالص. نمسح اللمبة، الجزء اللي في الجنب ده مهم قوي. لو في بقى ريحة او اي حاجة مجرد ما احنا بننضفه بمنظف الميكروويف بنبص نلاقي الريحة بتاعته راحت خالص. يعني ممكن نجيب طبق ونحط فيه شوية ليمونتين مثلا او عصير ليمون ونشغل الميكروويف على دقيقة او دقيقتين ونبص بنلاقي خلاص ان الريحة راحت. ده شكل الميكروويف بعد ما تنضف. هنبتدي بقى نرجع الحاجة اللي فيه زي ما كان. شايفين حضراتكم ده الشكل النهائي بعد ما انا غسلت الطبق والجريل. اتمنى يكون ان الموضوع شكله كده بقى سهل بالنسبة للناس اللي اول مرة تجيب ميكروويف. وياريت حضراتكم تشيروا معانا الحلقة وتكتبوا لي رأيكم في طريقة التنظيف دي لو اي حد عنده طريقة جديدة ومبتكرة.